إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق تقاته حتى أتاه اليقين. أما بعد، يا عباد الله الصالحين، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سؤال يدور في أفكار وفي عقول الملحدين كلهم، وهذا هو الإسناد الحقيقي لعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. أي نحن لو سألنا كل ملحد لماذا لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، من المحتمل، أنا من وجهة نظري 90% أو 95% يقولون لك هذا هو السبب. لماذا خلقنا الله ويعرف بأنه سوف نتعذب وسوف نحترق وسوف في النار وهكذا. إن هذا السؤال هو من أهم الأسئلة ومن أهم الأسناد الذي يستند إليه الملحد كي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. مثال، أنا أسألك، لو قلت لك مثلا هذه الشجرة، يسألك ويقول لك أنا سوف أعطيك البرتقال بطريقة أضع 1 2 3 4 بهذا الشرط وبهذه الطريقة أستطيع أن أعطيك البرتقال. إذا لم يتواجد هذه الشروط في البرتقال لا يستطيع أن يكون برتقالا. أتريد أنت البرتقال بهذه الشروط أم لا تريد؟ فماذا يكون الشروط؟ مثلا الشجرة يقول لك أنا لا أستطيع أن أعطيك برتقالا بدون قشور، يجب أن يكون هنالك قشرة، ويجب أن يكون هنالك لب في هذا البرتقال. ماذا يكون الرد من الإنسان؟ هل الإنسان يقول أنا لا أريد البرتقال مع القشرة؟ هل هذا من الحكمة؟ أم يريد البرتقال مع القشرة؟ القشرة سامة، والبرتقال ما بداخل القشرة طعام لذيذ يحبه الإنسان. فهل من الحكمة ومن العقل أنا أقول للشجرة لا أريد برتقال مع القشرة؟ تعطيني برتقال أعطيني بدون قشرة، أو لا تعطيني لا أريد. القشرة تحمي البرتقال من البكتيريا الضارة ومن الذباب ومن الأشياء الأخرى. القشرة عندما تأكله ضار، ولكن مفيدة، يحفظ لك البرتقال من التلوث ومن كل شيء. فالله سبحانه وتعالى خلق الشيطان وخلق الذنب للإنسان لكي يستفاد في ماذا؟ يستفاد في خلق إرادة الإنسان. أي إن لم يكن هنالك الشيطان وإن لم يكن هنالك الذنب فلا نستطيع أن نكون بشرا كما نحن. لو نحن أخذنا بالذنب وبالشيطان وأبعدناه عن حياتنا ماذا يحصل؟ لا نخطئ أبدا كالملائكة.
الله بقدرته سبحانه وتعالى أبعد الشيطان عنا وأبعد الذنب عنا وقادر على كل شيء، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ولكن يتركه. لماذا؟ لأننا نكون بشرا، نكون إنسانا ذات إرادة، يخلق ما يشاء، وهذا هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وله الإرادة ويفعل ما يشاء، ولكن الله عادل في كل شيء. عندما خلقنا أعطانا حياة جميلة وأعطانا مكانة كبيرة في الجنة نكون مع الله. هذا هو الحكمة في خلق الإنسان، والله لم يخلق شيئا يضر الإنسان، كل شيء يستفيد منه الإنسان، حتى الشيطان والذنب هو كالقشرة، عندما نأكله سام، وعندما يكون بعيدا عنا يحفظ لنا إرادتنا، يحفظ لنا كوننا كبشر صاحب إرادة. فلذلك الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلقه كما يريد هو وليس كما تريد أنت. فلذلك الحكمة، لو نحن قارنا حياتنا وما نحن فيه الآن، نرى، نأكل، نلبس، نتذوق، نمشي، ننام، نصحى، كل شيء، نشم ورودا وزهورا ذات روائح طيبة وذات ألوان جميلة. هل من المنطق ومن العقل أن الإنسان لا يختار هذا الحياة وأن يقول أنا لا أريد البرتقالة؟ طيب لو نحن قارنا برتقالة واحدة وصغيرة بحياة إنسان وما فيه وبالجنة وما يحصل عليه الإنسان، هل من الحكمة لو سألنا كل البشر وقلنا له يقول لك الشجرة هذا أتريد البرتقالة أم لا، أو عملنا إحصائية لكافة البشرية، ماذا يقول البشرية؟ أكيد العقل والمنطق يقول نحن نريد البرتقالة بالقشرة، لا ليس مشكلة، نستطيع أن نقشر ونأكل. فليس من الحكمة أن نقول نحن بأننا لم نختار الحياة والله لم يخيرنا، لا، لو عندما يأتي السؤال إننا خيرنا أم لم نخير، فالمنطق والعقل بعد هذا المثال لا يستطيع أن ينكر ذلك ويقول بأنه لم نختار الحياة. والدليل، ها أنا أسألك أنت أيها الملحد، سألت هذا السؤال، لو أنا قلت لك أتحب أن أقتلك؟ أنت تقول كلا لا أريد أن أموت. لماذا لا تريد أن تموت؟ لأنك تحب الحياة، لأنك تحب أن تعيش في هذا الحياة. الإنسان الله لم يخيره بأن يكون ملاكا أو يكون بشرا أو لا يكون، كان هنالك خياران والعلم عند الله، وحسب اجتهادنا ما وصلنا إليه بإذن الله هو الإنسان يخير فقط، هو إن الإنسان خير فقط بين أن يكون بشرا أو لا يكون. فلذلك الحكمة والعقل والمنطق يقول ذلك.